السلام عليكم. بعد ما قطعنا التقطيعات بتاعتنا كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وفرشنا فرشتنا، ده كان الشغل بتاعنا. بس اهم من الشغل دايما بنقول ايه؟ ظبط الشغل. يعني كل التقطيعات دي عايزة تتظبط وتتبل كويس قوي وتبقى جاهزة معاكي في الفريزر على التسوية على طول. تطلعي كل وصفة من دول متبلة جاهزة، يا دوبك تسويها، ما تاخدش معاكي وقت خالص. اللهم بارك يا جماعه، بعد التتبيلات لقيت الفرشه زادت، الكميه زادت زي ما انتوا شايفين، وكل حاجه بقى شكلها يفتح النفس. تعالوا نشوف اول خطوه معانا. هركب على ايديا بهارات فراخ ممتازه تنفع معانا لكل الوصفات. جبت بهارات فراخ من عند العطار، هاخد منها معلقتين كبار مليانين كده بالشكل ده. ده بيبقى شكل البهارات الجاهزه. هزود عليها بقى معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره توم بودر، وكمان معلقه صغيره روزميري برضو بودر، وكمان معلقه صغيره حبهان بودر. قلبي كل ده على بعضه، بقى معاكي خلطه اساسيه وبهارات فراخ تحفه ما شاء الله. دي هنستغلها بقى في كل الوصفات. تعالوا اول خلطه معانا هناخد منها نتبل البانيه، وهنعمل كفته كمان، وكمان هنتبل الشيش طاووق برضو بيها بالخلطه اللي هنعملها دي. هجيب الكبه، وممكن كمان في الخلاط هحط فيها فلفل الوان، قرن من كل لون، يعني قرن فلفل اخضر واحمر وقرن كمان اصفر بالشكل ده، وبصلايه كبيره هقطعها مكعبات كبيره، ان كل ده هيتفرم معانا في الكبه. وكمان حوالي 5 6 فصوص توم كده بالشكل ده. تمام. وبعد كده هحط عليهم كوبايه ميه، بس حته كوبايه الميه دي ما تصورتش معانا، بس لازم تحطي كوبايه ميه لان احنا هنصفيها بعد كده. نضربها بقى ضربا مبرحا لغايه ما كل ده يبقى، بصوا عامل ازاي، سايل ازاي. دي كوبايه الميه اللي اتحطت يا جماعه، بقول لكم تاني عشان الحته دي ما تصورتش، في كوبايه ميه اتحطت مع الخلطه بتاعتنا. بعد كده هتجيبي مصفة الشاي اللي هي المصفى السلك، وهنفصل بقى التفل لوحده وهاخد الميه لوحدها. طبعا عايزه اشكر كل حبايبي اللي اتفاعلوا معايا وكتبوا لي افكار حلوه قوي لفتافيت الفراخ، ومستنيين ان انا اقول اسمهم. طبعا ما شاء الله، يعني انتوا كلكم اساتذه، يعني غير الفكره اللي كنت هقول لكم عليها اديتوني كمان افكار حلوه قوي. اللهم بارك. هقول لكم كده جزء من الاسامي طول ما احنا شغالين. كان في توحيده وهدى وفاطمه ونجده احمد وراويه وليلى، وكمان في اجزاء كتيره قوي من الاسامي ان شاء الله هنقولها مع بعض. وفي اسامي كتيره ما عرفتش اقراها، مكتوبه بطريقه غريبه بصراحه. بس في الاخر انا بشكركم جدا بجد، واستنوا مني بقى اسئله كتير كده، واشوف بقى الاجابات الحلوه اللي بتفرحنا مع بعض. ادي كده التفل لوحده، وادي ميه الخلطه لوحدها كده بالشكل ده. هجيب بقى ميه الخلطه دي، هحط فيها ملح، وهحط فيها كمان شويه فلفل اسود كده، وهجيب بهارات الفراخ اللي ركبناها على ايدينا دي بقى، خلاص بقت اساسيه معانا، كل وصفه هناخد منها. خدت حوالي معلقه كبيره كده، وبعدين احط علبه زبادي على ميه الخلطه دي. زي ما قلت لكم، ميه الخلطه دي هنتبل بيها البانيه، وهناخد منها شويه نتبل بيهم كمان الشيش طاووق. وادي كمان ليمون، عصره نص ليمونه كده، واقلب كده كل الخلطه في بعضها. وبعد ما اقلب جنبت منها شويه للشيش طاووق لوحدهم. بصوا كده كده انا خدت منها شويه، وبعدين هنزل البانيه، باخد منها شويه قبل ما انزل البانيه، وادعك البانيه كده في الخلطه كويس قوي بالشكل ده. والمفاجاه بقى هنا يا جماعه، مش هنستخدم بيض خالص في البانيه. هناخد البانيه من الخلطه دي مندي او مبلول كده من الخلطه، واروح على طول حطاه على البقسماط يثبت عليه. انا جبت بقسماط ناعم، وهزوده بمعلقتين كبار دقيق، هيدي لون حلو قوي للبانيه، وكمان بيساعد ان هو يثبت القشره بتاعه البانيه. وبعد كده حطيت ملح، وحطيت كمان البهارات بتاعتنا، بهارات الفراخ اللي عاملينها مع بعض، ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، قلبتهم مع بعض. وايد للماده اللي سايله، وايد للماده الجافه. لو ايدك مبلوله من الخلطه وحطيتيها في البقسماط، صوابعك هتشيل معاكي بقسماط، وهتهدري بقسماط كتير جدا. بصي كده الايد الجافه خلت مفيش تهدير للبقسماط. شايفه القشره ثابته ازاي؟ اللهم بارك. شايفين الجمال؟ بس ادي كميه البانيه بتاعتنا كلها، طبعا واضح جدا قد ايه القشره ثابته. واول ما ينزل في الزيت ما شاء الله على اللون الذهبي، والقشره بتبقى في منتهى الجمال. ده كده بالنسبة للبانيه. تعالوا بقى نعمل الكفتة. جبت كوباية من البرغل، غسلتها ونقعتها لمدة ربع ساعة، وبعد كده جبت الكبة، حطيت فيها بصلاية مبشورة، ونزلت بقى بالتفل بتاع الخلطة اللي هو كان فلفل ألوان وبصلاية. بصوا كده، ونزلت بالكوباية بتاعت البرغل بعد ما اتنقعت ربع ساعة.
حطيتهم على بعض في الكبة بالشكل ده. وبعد كده تعالوا بقى نتبل. هحط ملح، وهحط كمان برضو من بهارات الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، وفلفل اسود، وهحط كده هنا شوية بابريكا كده يدوا لون حلو للبرغل، ما يخلوش البرغل فاتح اهو. شايفين ازاي؟ بس كده. ونضرب ده كله الاول مع بعض قبل ما انزل بصوابع الفراخ او بالموزه اللي طلعناها من الصدور. ضربنا كده كويس قوي، انعمهم كده بالشكل ده، والاقي كده البرغل ناعم كويس. هنزل بقى بالصوابع الموزه دي اللي هي صوابع الفراخ، وارجع افرمهم تاني في الكبه، تطلع لي عجينه فراخ روعه ما شاء الله. هنا نزلت بالموزه بتاعت الفراخ. بصوا بقى الشكل، شايفين عجينه الفراخ عامله ازاي؟ اللهم بارك. طعمها حلو جدا، متماسكه جدا، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين طريه. شكليها بقى كفته ترمي معاكي قد كده. يعني احنا مطلعين حوالي 4 موزات من صدور الفراخ، حطيتهم مع كوبايه البرغل مع تفل الخلطه، ادوني الكميه اللي انتم شايفينها دي. بصوا بقى اديها شكل كده حلو. خلي كفته الفراخ السنه دي في رمضان مميزه. شوفوا شكلها جميل ازاي. دي الكميه اللي طلعتها لي. نيلي كانت زعلانه، كانت عايزه برجر، فروحت عملت لها كام واحده برجر برضه، شكلتهم كده بظهر السكينه كده بالشكل ده. دخليها الفرن بقى، واعملي جنبها شويه مكرونه تطلع حلوه جدا. دي كده شويه الخلطه السايله اللي انا جنبتهم في الاول قبل ما انزل البانيه. حطيت فيهم الشيش طاووق كده خلاص اتبل معايا. بصي كله من بعضه كده. وحضرت بقى تقطيعات الشيش طاووق، فلفل الوان وبصل، ما بحبش احط فيه طماطم. بنزل بالفلفل الاول كده، بصوا قطعه كده من كل لون، وبعدين بنزل البصله، واروح واخده كده حته الشيش طاووق، واروح مكمله العيدان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يطلع لك كده جميله. انا بحط في العود الواحد قطعتين فراخ، وبحط الفلفل الالوان والبصل. حلو قوي. عايزه تزودي زودي، عايزه تقللي قللي براحتك يعني. ادتني كميه الشيش طاووق اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بقى دلوقتي نتبل الدبابيس والجنيحه بنفس التتبيله مع بعض. تتبيله حلوه قوي للشوي يا جماعه. هجيب المبشره من الناحيه الناعمه كده، واروح بشره بصلايه ناعمه بميتها. الناحيه الناعمه بتخلي البصلايه تتهري قوي، ما بتبانش في الخلطه، وفي نفس الوقت بتنزل لي ميتها. وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وبرده بهارات الفراخ اللي ركبناها مع بعض، وعلبه زبادي صغيره كده، معلقه صلصه، وكمان هروح احط كمان، هحط نص ليمونه، وهحط شويه زيت وشويه خل كده، واروح مقلبه بقى كله كده في بعضه. بصوا بقى الخلطه دي عبقريه للشوي. يعني دي كده اعملي بيها اي شوي يجي في بالك. كده ننزل بقى بالدبابيس والجنيحه. الخلطه دي كده هم متبلين، تقدري تعملي منهم فراخ مقرمشه، تجيبي بقسماط كريسبي وتعمليها الفراخ مقرمشه كنتاكي، تقدري تشويهم في الفرن، وتروحي عامله جنبيهم شويه مكرونه، تطلعيها بخلطتها دي وتروحي رصاهم في الفرن كده. او ممكن زي ما قلت لك كده تجيبي البقسماط وبخلطتهم كده تروحي منزلاهم في البقسماط قليهم في الزيت، وبرده عامله جنبيهم شويه مكرونه. اكله حلوه جدا جدا مع بعضيهم كده زي العسل. ادي الدبابيس والاجنحه. عندنا ايه تاني؟ تعالوا لي بقى. عندنا الفخد اللي هي بتاع الوراك. احنا طلعنا الفخد لوحده والدبوس لوحده. الفخد ودي العظمه بتاعه الوراك، العظمه بتاعه الفخد كنت سايبه فيها لحم فراخ بالشكل ده. دي بقى هنتبلها مع بعضيها تتبيله تنفع للصواني. ايه ده؟ يعني هنعمل بيهم ايه في الصواني؟ يعني اقدر اعمل عليهم صينيه بطاطس، واو. واقدر كمان احطها ادخلهم في صينيه في الفرن، تحتيهم بصل وشرايح طماطم وشرايح فلفل، ويدخلوا الفرن كده يتشووا ويطلعوا لي زي العسل. بصلايه مبشوره وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وبرده نفس الحكايه بهارات الفراخ بتاعتنا مش اكتر من كده. وبعد كده بروح منزله قطع الاول الفخاد بتاعت الورك، واتبلها كويس قوي بالبصلايه المتبله دي. انا مش هحط لها تتبيلات تغير طعمها، لان انا لسه ممكن مثلا احطها في صينيه البطاطس، فعايزاها في صينيه البطاطس تدي طعم حلو كده جميل من غير ما طعمها يكون متغير. شايفين الجمال يا جماعه؟ بصوا. وكمان حته العظمه بتاعت الفخد دي ازازه بقى، دي روعه اهي كده. تعمل لي صينيه بطاطس محترمه بصراحه يعني. انا بحطها في صينيه البطاطس، الكميه دي بتعمل لي صينيه حلوه قوي. نجيب برده الاطباق بتاعتنا ونرص بقى الكميه كلها. شايفين العظم متبل بره وجوه ازاي؟ الجناب بتاعته كلها مليانه لحم فراخ.
يعني دي كلها مش عظم، دي كده كلها لحم فراخ من الجناب. وادي كمان قطع الفخاد جميله ما شاء الله عليها. وادي يا ستي كمان اكله معانا. ماشي، ايه كمان؟ حتى عظم الفراخ بعد ما اتغسل كويس وتنشف هتبله واخليه جاهز للشوربه، يبقى عندك عظم جاهز للشوربه. ده بقى وقت الزنقه، عايزه اعمل شويه ملوخيه، عايزه اعمل شويه لسان عصفور، عايزه اعمل شوربه خضار جنب اي اكل، اعمل صينيه رقاق وما عنديش شوربه، اطلعه متبل كده زي ما هو واروح حاطاه في الميه السخنه على طول يغلي. حطيت فصين توم وجزرايه قطعتها كده، وكمان هحط ملح وفلفل وشويه من بهارات الفراخ، ودعكيهم كلهم في بعض كده وشيليه. تيجي بقى تروحي غاليه الميه حاطه فيها بصلايه، مش هخزنه في الفريزر بالبصل، البصلايه تتحط في الميه، وشيل الطبق زي ما هو متجمد كده نزليه في الميه السخنه، يديكي احلى شويه شوربه عالميه. وعيشي بقى. تعالوا لي بقى هنا للكبد والقوانص. احنا فصلنا القوانص لوحدها والكبده لوحدها. ده دلوقتي تتبيله القوانص: بصلايه مبشوره وكبير كتير يعني شويه كده، بصلايه كبيره كده، وكمان جزرايه مبشوره لان انا عايزاها لما تستوي يبقى فيها صوص يتغمس كده حلو، وطماطمايه قطعتها نصين وبشرتها، وادي قرن فلفل كمان رومي برده مبشور كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده الخلطه على بعضها. وادي الملح والفلفل الاسود وبرده شويه من بهارات الفراخ بتاعتنا. قلبي الخلطه كلها على بعضها كده بالشكل ده، وبعد كده نزلي فيها القوانص. شوفوا الخلطه شكلها جميل ازاي، ولا ريحتها يا ربي على جمالها. ودعكي القوانص كده كويس قوي، وكده كمان القوانص جهزت معانا. معلقه زيت على سمنه بقى كده، وتروحي منزله فيها القوانص بالخلطه، وطي عليها النار وسيبيها تستوي في الخلطه وتعمل لك صوص حلو قوي. فاضل الكبده لازم توم، ادي توم على قرن فلفل بارد على قرن فلفل حامي. الكبده احلى حاجه اللي تاخد قرن فلفل حامي وتاخد توم، وانا زودت معاهم القرن البارد ده، قرن الرومي البارد ده كبير شويه على بعضيهم كده. انزلهم كده في البوله بالشكل العسل اللي انتوا شايفينه ده، ريحتها كانت عبقريه. وبرده هحط بهارات الفراخ وبرده ملح، وهحط لا مش هحط فلفل، كبده ما تاخدش فلفل عشان ما تسودش منك وهي بتستوي. قلبي كده كله في بعضه، اللهم بارك على شكلها تحفه والله. الاضاءه ظلمها يا جماعه، لو انتوا بقى واقفين جنبي بنطبخ مع بعض هتشوفي شكلها عامل ازاي، وتشم ريحه التتبيله كمان وهي نيه. تعالوا بقى للمفاجاه بتاعتنا، فتافيت الفراخ. حضرت لها بصل برده مفتفتاه كده وفلفل الوان بالشكل ده، ويا دوبك كده فصين توم مفرومين صغيرين خالص، ما تزوديش التوم اهو. دي بقى يا جماعه هنتبلها كمان بايه؟ هنحط ملح، وهنحط برضو بهارات الفراخ بتاعتنا. دي بقى حشوه عصاج للبشاميل، للسمبوسك، للجلاش، او كمان صواني نجرسكو، وكمان للبيتزا. انا كنت محضرها لكم حشوه سمبوسك تحفه ما شاء الله. شكرا لكل حبايبي اللي جاوبوا على السؤال، ومنهم زي ما قلت لكم في كمان وفاء وياسمين، ام عبد الرحمن وام حماده، توحيده القمر اللي جاوبت اجابه نموذجيه، وهدى وفاطمه، وكمان استاذه نجده احمد، راويه وليلى، وكتير منكم جاوبوا والله اللهم بارك. كده خلاص دي كده كمان جاهزه معانا على التسويه. عيشي بقى، طلعيها بقى، اعملي احلى بشاميل، اعمليها في بيتزا زي ما قلتلك، اعملي بيها صينيه جلاش برضو تسعف معاكي في الازمات. كل ده يا جماعه يبقى تحت ايديكي جاهز ينقذك بجد في رمضان. لو انت مثلا بتشتغلي وجايه متاخره، هتطلعي اي حاجه على التسويه على طول. اللهم بارك. بس كده شوفوا شكلها حلو ازاي، جميله. وبكده يا جماعه تبلنا كل الكميه. تخيلي الفرشه اللي انت شايفاها القمر دي من 3 فرخات، وكل حاجه جاهزه على التسويه. واوعي تنسي بهارات الفراخ. كل سنه وانتم طيبين، وسلام عليكم.